هاي، ازيكم عاملين ايه؟ كم مرة جيتي تستخدمي النياسيناميد او الريتينول او اي برودكت تهتمي بالحبوب او بالمسام او الجلايكوليك اسيد او الفيتامين سي، ولقيتي ان بشرتك بتطلع حبوب وبايظة وبتبوظ اكتر ومش عارفة تستخدمي ايه؟ على فكرة انا اتعمدت اطلع من غير الاضاءة عشان خاطر تشوفوا الحبوب وتشوفوا بشرتي. فالنهارده انا هقول لك ايه هي النياسيناميد، ايه هو الريتينول، ايه هو الجلايكوليك اسيد، الفرق بينهم، ايه هو الفيتامين سي، ايه الكولاجين، وايه الفرق بين الحاجات دي كلها، وامتى تستخدميها وامتى بشرتك تكون محتاجة ليها ومحتاجة تستخدمها، وامتى لا توقفي. وبالمناسبة السيكا بلس هقول لكم كمان فايدته ايه، فيلا نبدأ. اول حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها، انا كنت بستخدم الحاجات دي كلها. بصوا، كنت كل الحاجات دي جايباها وبستخدمها، وعايزه اعالج بشرتي وعايزه اهتم ببشرتي واعالج المسام واعالج الحبوب واعالج الحاجات اللي بقع وكل الكلام ده كله. ف دوت كنت جايبه ده اللي هو البيوديرما سيبميوم اللي هو بتاع المسام، وفي سوري نياسيناميد. كنت جايبه الجلايكوليك اسيد والفيتامين سي اوريدي بيطلع لي حبوب اللي هو ذا اوردينري. الجلايكوليك اسيد ده معروف جدا بفعاليته القويه. وكنت جايبه الازيس فارما اللي هو نيوتن اللي هو بيفتح كريم التفتيح، طبعا موجود فيه نياسيناميد، موجود فيه بريتينول، موجود فيه حاجات بتقشر كتير. وكنت جبت بقى اخيرا السيكالفيت من لاروش بوزي. كل الحاجات دي انا كنت جايباها عشان اعالج بشرتي وعشان استخدمها. الصراحه ما عالجتش بشرتي خالص، بالعكس خلت بشرتي طلعت حبوب ومتحسسه وفي بقع حمراء وفي على طول. انا وريتينول بستخدم ريتينول، بستخدم كريمات فيها ريتينول بالليل، تمام. فلقيت ان بشرتي ما خفتش خالص، بالعكس انا كنت ببوظ بشرتي اكتر وبهلك بشرتي اكتر، وما جابش معايا اي نتيجه خالص خالص الحاجات دي كلها. فقلت طب انا بستخدم حاجه غلط، طب انا بعمل حاجه غلط. النياسيناميد المفروض للمسام وبستخدمه، الريتينول بستخدمه بالليل. طب المشكله في ايه؟ المشكله ان انا هلكت بشرتي بستخدم حاجات المفروض تكوني عارفه. انا هقولك النهارده ايه الحاجات اللي بشرتك تكون محتاجه لها، وايه الوقت المناسب اللي تستخدميها الحاجه دي لبشرتك، وازاي تستخدميها، تمام. وامتى بشرتك تكون محتاجه للحاجه دي وهتفيدها بجد، وامتى هتبوظها اللي هو توقفيها ما تستخدميهاش. فانا الحاجات دي كلها هلكت بشرتي. انا كنت فاكره ان انا بعالج بشرتي، لقيت لا، انا بهلك في بشرتي. فوقفت كل الحاجات دي كلها وبقيت بستخدم بس السيكالفيت. فيلا بينا اقول لكم ايه فايده كل حاجه. نبدا باول حاجه النياسيناميد. احنا عندنا النياسيناميد، عندنا بنحتار كتير في الحاجات دي كلها، بنبقى مش عارفين نستخدم ايه وايه فايده كل حاجه. انا كنت كده، كنت مش عارفه اعالج بشرتي، مش عارفه الحاجات دي كلها فايدتها ايه والحاجات دي بتعمل ايه، وامتى بشرتي طب في حاجه غلط انا بستخدمها. طب ايه الحاجه اللي انا بحطها على بشرتي انا هي المفروض بتعالجها بس هي مش بتعالجها. تاني حاجه الريتينول. تالت حاجه الفيتامين سي. تالت حاجه الجلايكوليك اسيد. خامس حاجه الكولاجين. كل الحاجات دي الخمسه مهمين جدا لبشرتنا، بس لازم نعرف امتى ايه الفرق بينهم وامتى بشرتي هتكون محتاجاه وامتى نستخدمها. اول حاجه النياسيناميد. انا هسيب لكم هنا سيرمز كتير انواع فيها نياسيناميد. النياسيناميد ايه هو وظيفته؟ هو وظيفته ان هو بيحسن شكل المسام، مش بيخليها تروح خالص، هو بيحسن شكلها، بيخلي شكلها يبقى اصغر، بيعالج المسام اللي في البشرة. ده النياسيناميد عادي استخدمه بالنهار وبالليل عادي، واحط واقي شمس بالنهار. فدي وظيفة النياسيناميد، بس ان انا بعالج بيها المسام. ف لقيته بيأثر على البشرة، لقيته بيطلع حبوب، لقيته كده لا ما تستخدميهوش. طيب تاني حاجة الريتينول، اهم المشتقات من فيتامين اي اللي هو بيعالج البشرة وبيعالج الخطوط اللي في البشرة. الريتينول
واي كريم فيه ريتينول لازم اعرف نسبته قد ايه، وبشرتي هتستخدمه وتتقبله ولا لا. والريتينول ممكن يجيب نتائج عكسية لو استخدمته غلط. انا لازم استخدمه بالليل، حتة صغيرة جدا منه، ما بحطوش تحت عيني، بحط عليه مرطب. تاني يوم لازم استخدم واقي شمس، ما تعرضش للشمس خالص. وده هيجف البشرة، هيقشر البشرة، هيطلع حبوب. وهو ايه وظيفة الريتينول؟ بيعالج الخطوط، زي الهيالورونيك اسيد كده، بيملى الخطوط اللي في البشرة، بيقشر البشرة على المدى البعيد، بيعالج التجاعيد اللي في البشرة، بيخليها ما تجعدش بسرعة. دي وظيفة الريتينول. تمام. طيب فيتامين سي بيوحد لون البشرة، بيعالج البقع اللي موجودة في البشرة. ده فيتامين سي. الصراحة ما جابش معايا نتيجة خالص، كان على طول بيطلع لي. بعد كده للجلايكوليك اسيد. الجلايكوليك اسيد انا عرفت ان هو بيقشر البشرة تقشير خفيف خالص، وهو عامل زي الريتينول كده، وبيوحد لون البشرة وبيعالج البقع اللي في البشرة. تمام. فانا كنت بستخدمه بقطنة بالليل على المنطقة ديت. لقيت ان انا بشرتي بتقشر، لقيت ان هو بيطلع لي حبوب، لقيت ان هو حلو جدا جدا وقوي جدا جدا وجميل بصراحة. بس انا بشرتي اللي متضررة، مش بشرتي مش هتستحمله دلوقتي. فانا وقفته عشان بس ممكن تستخدميه للجسم في الاماكن الغامقه عادي، تستخدميه في الركب، اكواع، في الاماكن اللي في جسمك، تستخدميه لجسمك كله عادي خالص. لكن ما تستخدميهوش على بشرتك وهي متضرره وهي ملتهبه. انا كنت بعمل كده وده كان مش صح خالص، فانا قررت ان انا اوقفه. لكن هو بيعالج البقع، بيوحد لون البشره وبيقشرها. بيقشر خفيف. كلنا عايزين طبعا بشرتنا تقشر خفيف، لان انا بيبقى عندي بقع. بصوا، اما استخدمت ده كله فجبت ازيز فارما منه، هو مرطب، ومنه بيفتح البشره، لان انا حاسه ان انا بشرتي بتغمق. فلقيت ان هو بيقشر البشرة برضو، بيعمل بيحسس بشرتي. فقررت برضو اوقفه. ما استخدمت انا عندي ايه، انا ايه اللي بستخدمه غلط، ايه الحاجة اللي انا بحطها على بشرتي وبتسبب التهاب في بشرتي وحبوب وبالطريقة دي. فقررت ان انا اوقف كل ده. ولقيت ان انا بشرتي، حاجز البشرة بتاعي متضرر، يعني مش هيستقبل اي حاجة من دي، وهو كده مليان حبوب، مليان ملتهب، في بقع، بيقشر. فما ينفعش اعالج بشرتي وهي اصلا مش يعني مش متقبله انها تتعالج، وهي اصلا متضرره. يعني ما ينفعش يبقى في حبوب في وشي واروح احط حاجه تلهبها. فلازم اقوي حاجز البشره وبعدين ابدا اعالجه. لازم حاجز البشره يبقى قوي انه يقدر يستحمل. فعرفت ان بشرتي محتاجه ان هي تستخدم سيكالفيت. ايه هو السيكالفيت؟ السيكالفيت دوت بيقوي حاجز البشره. البشره لو فيها حبوب، لو ملتهبه، لو بتقشر، ده حاجز البشره ضعيف جدا متضرر. فتستخدمي له حاجه زي السيكالفيت من لاروش بوزيه. بتستخدمي الصبح وبالليل، مرة الصبح ومرة بالليل بس. فيقوي حاجز البشرة ونبدأ نعالجها. عرفتي وظيفة كل حاجة ايه؟ انا قررت اعمل صيام للبشرة. ايه هو صيام للبشرة؟ ان انا اوقف كل المنتجات دي، اوقف كل حاجة، لان البشرة اتهيجت، البشرة التهبت، البشرة كانت مش مستحملة. فاستخدم غسول. لو لقيتي بشرتك كده استخدمي غسول مناسب. استخدمي تاني حاجة، استخدمت السيكالفيت عشان يقوي حاجز البشرة، في مرطب وفي ان هو بيعالج البشرة بيقويها. تالت حاجة سان سكرين. مهم جدا تستخدمي سان سكرين بالذات بالنهار. لازم بالصبح تحطي سان سكرين وتجدديه كل ساعتين. بس اهم حاجه السان سكرين ده لازم تستخدميه. انا كنت السنه اللي فاتت مش بستخدمه خالص، فبجد كان بوظ بشرتي باظت حرفيا، وبقى فيها خطوط وبقى فيها حاجات كتيره. ف الشمس لازم قبل ما نتعرض لها نستخدم سان سكرين. انا بشرتي حساسه جدا 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 جدا، من اقل حاجه بتبوظ. لقيت عايزه اوريكم بقى سان سكرين تحفه يا جماعه، تحفه 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 خالص. السان سكرين ده من نانو تريت. انا بصراحه يعني ان السان سكرين ده غير لي حياتي بجد. مش متخيله ان يبقى فيه سان سكرين مش غالي كده خالص، وبالسعر ده، وبالحجم ده، وبالكواليتي دي.
بصوا انا حطاه على بشرتي وبيخلي فيه لمعة، بيعالج فيه هيالورونيك اسيد وفيه جرين تي وفيه فيتامين اي، و50% حماية، وسعره لا يذكر، افكتيف جدا جدا. انصحكم تروحوا تجيبوه. ودراي تاتش عاملين عرض واحد وعليه واحد، الاتنين ب300 جنيه، متخيلين؟ يعني ده بجد انا مبهورة بيه. السان سكرين النانو تريت ده مصري وكده، فلو عايزة سان سكرين مصري بيكون افكتيف ويكون حلو، فبجد النانو تريت ده حلو قوي قوي قوي. سعره حلو مناسب جدا، و هتلاقيه افكتيف جدا. بس كده، ده كان كل الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون عجبكم. انا قلت انقل لكم تجربتي عشان تستفادوا بيها. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو حد عنده نفس الحاجات اللي كنت بقولها وفي بشرته يسيب لي في الكومنتس. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.